كان اللي عايز اخلاق، الوقت بيروح الغرب، اللي عايز علم بيروح الغرب، اللي عايز دنيا بيروح الغرب، اللي عايز اي حاجه بيروح الغرب. زمان اللي كان عايز اخلاق كان بيجي لنا، اللي كان عايز دين كان بيجي لنا، اللي كان عايز دنيا كان بيجي لنا. احنا وصلنا لايه لما ضيعنا اخلاق الحبيب يا جماعه؟ انا امبارح كنت بقول لكم عايزك تلبس تربي لحيتك وزوجتك تلبس نقاب ونبقى على شكل الرسول والصحابه. انا النهارده بقول عايزين الاخلاق يا جماعه، الاخلاق، اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام، اخلاق حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام، اخلاق تاريخيه، اخلاق يشهد التاريخ ان اول واحد دعا لحقوق الاطفال قبل اليونسيف ب 1400 سنه هو محمد بن عبد الله. رسول الله هو اول واحد دعا لحقوق المراه قبل منظمات تحرير المراه والتغرير بها ب 1400 سنه. رسول الله هو اول واحد دعا لحقوق الانسان قبل منظمات حقوق الانسان ب 1400 سنه. رسول الله هو اول واحد دعا لتحرير العبيد قبل الامم المتحده ب 1400 سنه. رسول الله هو اول واحد دعا لنصره المظلوم ومنظمات الجمعيات الخيريه قبل العدل الدوليه ومنظمات كوبنهاجن ولندن ونيويورك ب 1400 سنه. رسول الله هو اول واحد دعا لحقوق الحيوان قبل الجرين بيس وقبل منظمات حقوق الحيوان ب 1400 سنه، قبل منظمات اليونسيف ب 1400 سنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم اول واحد دعا لحقوق الطفل لما كان خادمه انس طفل صغير، كان لما يكلمه يقول له يا بني انت ابني، انت زي ابني. 10 سنين لا ضربه ولا شتمه ولا نقضه ولا قال له اي حاجه تزعله. لما الرسول عليه الصلاه والسلام واحد جه قال له انتوا بتقبلوا اولادكم؟ انا عمري ما قبلت ولادي. قال له وماذا افعل اذا كان الله قد نزع الرحمه من قلبك؟ لما الرسول عليه الصلاه والسلام شاف ام بتنادي على ابنها تعالى لاعطيك، يعني بتضحك على انه يجي عشان تدخله البيت وخلاص، بتوهمه اديك حاجه حلوه ولا حاجه. قال لها لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبه. حقوق الطفل للدرجه ديت. رسول الله ما ضرب بيده شيئا قط، عمره ما ضرب طفل بايديه عليه الصلاه والسلام. الرسول هو اول واحد دعا لحقوق المراه قبل منظمات التغرير بالمراه ب 1400 سنه. عمر المراه ما اتعاملت المعامله اللي الرسول عليه الصلاه والسلام عملها لها. رسول الله يا جماعه اقام حرب كامله عشان امراه مسلمه اهينت، امراه مسلمه اهينت في اسواق اليهود. اقام حرب عشان واحده بس، واحده ست، اقام حرب كامله عليه الصلاه والسلام. عمره ما ضرب امراه بايده، عمره ما مد ايده على خادم عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاة والسلام. رسول الله يشهد الجزء 28 في القرآن، أول سورة في سورة المجادلة، أول آية فيها قد سمع الله قول التي تجادلك. يشهد التاريخ إن أول مشهد ربنا بيفتتح به الجزء 28 مشهد حاكم الدولة كلها، زعيم الأمة كلها، فتح بيته لامرأة من أفقر نساء المدينة وقاعدة معاه لوحدها تشكي له مشكلتها. شايفين يا جماعة تعظيمه للمرأة والمقام المرأة والقدر المرأة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم اول واحد دعا لتحرير العبيد قبل الامم المتحده ب 1400 سنه. لما ربنا بيقول والذين يبتغون الكتاب من ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. لو عبد عايز يتحرر حرروه بس على شرط ان علمتم فيهم خيرا. يعني ايه يا رسول الله؟ يعني ايه يا رب؟ يعني ايه؟ الامم المتحده سنه 45 اجتمعوا وقرروا تحرير العبيد في الدنيا كلها. طب ايه الشروط؟ من غير اي شرط، من غير اي شرط. يبقى الارحم كلام ربنا ولا كلام الامم المتحده؟ طب شوفوا الامم المتحده قرارها عمل ايه. قرارها دلوقتي شوارع كامله في السعوديه وولايات في امريكا كانوا كلهم عبيد، لا معاهم مهنه ولا بيعرفوا يشتغلوا، كانت واحده بتخدم في البيت وبتاكل وتشرب وخلاص. لما اتحرروا من غير لا مهنه ولا دين ولا معرفه صلاه ولا مهنه في ايديهم، بقوا هم اللي بيعملوا البلطجه ومنظمات البغاء والعصابات والسرقات، بقوا مصايب في حياه اممهم. انما ربنا قال ان علمتم فيهم خيرا، علموا مهنه واعتقوا، علمها الصلاة وسيبها، ما يخرجش يبقى عنصر فساد في المجتمع. نقول ارحم يا جماعة. رسول الله هو اول واحد دعا لنصرة المظلوم، وجمعيات الخيرية قبل كوبنهاجن وقبل بودابست وقبل لندن ونيويورك وواشنطن ب 1400 سنة. لما قال شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت الى مثله في الاسلام لاجبت. حلف الفضول اللي كان عشان نصرة اي واحد مظلوم واخذ الحق ليه. ما تقوليش بقى منظمة العدل الدولية، منظمة الظلم والافتراء والبهتان الدولية. الرسول كان صادق في نصرة المظلوم عليه الصلاة والسلام. الرسول هو اول واحد دعا على حقوق الانسان. حقوق الانسان قبل اللي بيحصل ده. لما كان قاعد في البخاري ومسلم لقى جنازة يهودي معدية، وقف قام. شوفوا يا أمة محمد، شوفوا يا عالم،
شوفوا حقوق الانسان عند رسول الله من قبل كل اللي بيتقال الوقت ده. هو وقف قالوا له يا رسول الله انه يهودي، ده كافر. قال لهم اوليست نفسا، اليست نفسا، ده يهودي ولكن انسان. شوفوا يا جماعه، لما شاف واحد بيضرب عبد قال له لله اقدر عليك من قدرتك عليه، اعتقه. قال له لو لم تفعل لمستك النار. الراجل كان مذهول، عبد ملوش قيمه، كان ممكن ادخل النار بسببه. الرسول حسس كل انسان بقيمته في الحياه، حسس الخدام انه له قيمه، حسس المراه ان لها قيمه، حسس الطفل انه له قيمه، حسس المعدوم الفقير انه له قيمه، حسس كل انسان، كل انسان له قيمه. الرسول عمل للمسلم قيمه في العالم كله، لما اقام حرب كامله عشان امراه مسلمه واحده، لما بايع الصحابه على الموت في الحديبيه عشان اشيع مقتل عثمان بن عفان مسلم واحد، علم العالم ان مسلم واحد دمه غالي، مش الوقت المسلم دمه هدر. الرسول علم العالم يعني ايه حق مواطن مسلم، يعني ايه مسلم واحد، علم المجتمع كله يعني ايه قيمه المسلم. كان المجتمع كله ماشي رافع راسه، مفيش فرق بين ب 40 مليار وبين اللي بيقبض 140 جنيه في الشهر.